في شوط اول بطله الاوحد محمد الشناوي، الاهلي يفتتح مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا 5-2. مباراه بقياده محمود بسيوني اتلعبت يوم 2 نوفمبر النهارده في استاد الاهلي والسلام او استاد السلام، بس سميه زي ما تسميه مش فارق. محمد الشناوي، حياته الله، رامي ربيعه، يوسف ايمن، كيوت، اكرم توفيق، احمد حسن، احمد كوكا، احمد نبيل كوكا، ومروان عطيه، وامام عاشور على يمينهم، طاهر محمد طاهر على شمالهم، حسين قدامهم، الخطير الجاحد القادر وسام ابو علي ربنا يحميه. هدف عالمي في الدقيقه 3، وعلى عاده النادي الاهلي في المباريات الاخيره الثلاثه او الاربعه بينزل دايس بنزين. حسين الشحات يحط واحده بيمينه في البعيده، بسام ما يعرفش يعمل لها حاجه. كوبي بيست ماتش السوبر اللي اتلعب في الامارات من 10 ايام، النهارده بالظبط هو اللي اتكرر بعد هدف حسين الشحات. كوبي بيست في كل حاجه. هناك في الامارات طاهر محمد طاهر حط هدف في الدقيقه 26، النهارده حسين الشحات بيحط هدف في الدقيقه 3، وبالظبط اللي حصل كسيناريو هناك هو اللي حصل كسيناريو هنا. ضغط واستحواذ من جميع او في جميع اجزاء الملعب من لعيبه سيراميكا على لعيب الاهلي. مشاكل ومصايب كتير جدا في المثلث في السبيس اللي ما بين يوسف ايمن، اكرم توفيق، احمد نبيل كوكا. الحته دي كانت مستباحه. زلاكا يعمل كل اللي هو عايزه، زلاكا يرقص اكرم توفيق، زلاكا يعمل ماتش عالي قوي على اكرم توفيق. اكرم توفيق في اقل مستوياته النهارده، احمد نبيل كوكا في اقل مستوياته النهارده، يوسف ايمن كيوت ما اقدرش اتكلم عليه دلوقتي. الاهلي تقهقر وتراجع لتلت ملعبه، وادى المساحه وادى كل الاوبشنز لسيراميكا يلعب لعبه، ينقل نقله، يهاجم هجومه، يضغط ضغطه، واسفر هذا الضغط عن هدف تعادل من ضربه جزاء صحيحه 100% على اكرم توفيق، بعد ما ذلك حاول يعدي منه واكرم توفيق اداله واحده في قصبه رجله، حسبها الحكم المجتهد محمود بسيوني. انتهى الشوط اول بعد ما كان محمد الشناوي هو نجم اللقاء. بدأ الشوط الثاني بتغييرات، ودي حاجه جديده عليا، اني اشوف كولر بيريلايز، بيبدا يستوعب ويدرك ان مش هستنى للدقيقه 60 ولا الدقيقه 65 عشان ابدا اغير. نزل عمل تغييرتين، طلع يوسف ايمن الكيوت، وطلع كمان احمد نبيل كوكا. نزل خالد عبد الفتاح العائد من الاصابه، لعبه في الحته في الاريا في السبيس اللي كان فيها الفراغ، اللي كان فيها الجاب الكبير جدا الشوط الاول، الحته اللي ما بين احمد نبيل كوكا واكرم توفيق ويوسف ايمن. ضم خالد عبد الفتاح على اكرم بحيث ان هو يغطي زلاكا اللي كان رايح جاي شوارع، وخلى قفشه ينزل نص الملعب، وضم مروان 6 لوحده بسكرين لوحده بعرض الملعب، وقفشه هو اللي يستلم الكوره او هو اللي يبدا يعمل البيلد اب بتاعنا. هو ده عمل ايه؟ ده غير عبقري. بس العبقريه كلها محتاجه، او العبقريه دايما محتاجه حاجتين، انك تعمل تغيير صح وتعمل تغيير بدري او في وقته. اتاخرت يا كولر، بس احنا عشان محظوظين خلصنا الشوط الاول بهدفين مقابل هدف، بعد ما وسام ابو علي حط الكره خبطت في زلاكا برضو وراحت هدف تاني للنادي الاهلي. انتهى الشوط الاول 2-1. بدا الشوط الثاني تغييرتين حلوين قوي 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 لكولر. قفشه نزل لاعب الناس كوره، قفشه نزل عمل البيلد اب، اصفر كل الكلام ده عن هدف سريع جدا جدا في بدايه الشوط الثاني من طاهر محمد طاهر، قطم لجوه وعمل العرضيه. وسام مهاجم كما قال الكتاب. وسام هنتكلم عليه كتير قوي، وكل الناس بتتكلم عليه كتير قوي، لان هو لازم ياخد حقه. وسام لعيب كوره ربنا يحميك، ربنا يحميك عالي جدا. 3-1 النادي الاهلي. ما استناش الاهلي وما هديش الاهلي وما قالش العب كوره بسيطه او العب كوره خفيفه او العب كوره ارجع لورا والعب على الهادي والعب على الواقف على قد الماتش. لا، دايس بنزين، كمل، ما هموش، عادي جدا، عندناش اي مشكله احنا نزود الثلاثه واربعه والاربعه والخمسه، وسلام لو الخمسه وسته. كل ده حصل عشان تغييرتين بس. تغييرتين حصلوا من مارسيل كولر، عمل من التغييرات دي مفعول السحر. مفعول السحر، لان هو بمنتهى البساطه خلى الفرقه تلعب كوره، خلى الفرقه تعرف تطلع، قضى على واحد صاحبي حسام قال لي قضى على اكذوبه سيراميكا اللي كان عاملاه رعب. ليه؟ ما انت لو عندك لعيبه بتلعب كوره وبتطلع بالكوره صح هتعرف تخلص كل حاجه. طاهر محمد طاهر بيلعب واحده لامام عاشور، امام عاشور يعمل اسيست ولا اروع جميل جدا لحسين الشحات يحطها في البعيده من تحت ايد بسام، الهدف الرابع. الله اكبر، مفيش احلى من كده. وسام ابو علي هنتكلم عليه كتير قوي يا جماعه، وهنفضل نتكلم عليه كتير قوي يا جماعه، لان هو فيرود سترايكر كما قال الكتاب. حاجه الله اكبر، سوبر لحد النهارده. انا مش عارف احنا غفلناهم ازاي فيه.
غفلنا الفرقه اللي جبناها منها دي ازاي يا جماعه؟ لعيب كبير قوي يا جماعه، الله اكبر، ربنا يحميك يا ابني من الاصابات. وانت فعلا اللي مالكش بديل، انت فعلا اللي مالكش بديل. يعمل اسيست، يعمل واحده كده ثرو باس من بين الاتنين لعيبه، حاجه ولا اروع، جميله جدا، رقص مصر كلها بالمذيعين بالجمهور بالمشاهدين بكل الناس. طاهر محمد طاهر يحط الهدف الخامس. خش فينا الجول في الدقيقه 79 غريب كده مريب طبعا من السرحان، لعبه عرضيه دخل احمد القندوسي المتخصص احراز اهداف النادي الاهلي. انتهي النتيجه 5-2. في شويه تغييرات حصلت عشان نبدا في تقييم اللعيبه. خروج يوسف ايمن ونزول خالد عبد الفتاح زي ما قلنا، خروج كوكا ونزول قفشه تغييره حلوه قوي قوي دي، او تغييرتين حلوين قوي دي. خروج طاهر ونزول تاو، وخروج امام ونزول السوليه، وخروج حسين الشحات ونزول ده سليم. النادي الاهلي في المجمل مارسيل كولر النهارده عملت ماتش كويس، مع تحفظي ان انت الشوط الاول كله كنت قاعد نايم او قاعد مش مركز او قاعد مركز وقرارات متاخره. عندي بقى شويه يعني انا كاتب كده تقييمات اللعيبه كلها، هنتكلم بس كده سريعا. الشناوي النهارده 10 على 10 يا جماعه، مفيش شك ان الشناوي بعد صدة شيكابالا، وانا هنا مش بحفل ولا انا بتكلم بجد، فرقت كتير قوي 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 معاه، لان الشناوي كان بدات ثقته في نفسه تهتز بعد الصدة دي، رجعته من 180 درجه. فالشناوي دلوقتي نقدر نقول عليه هو حارس النادي الاهلي الاول وحارس مصر الاول، عامل اداء ولا اروع، كان بيلعب فرقه كامله لوحده الشوط الاول، وليه فضل كبير جدا بعد ربنا طبعا في النتيجه اللي احنا وصلنا النهارده، ان احنا نكسب 5-2، لان الشوط الاول يخلص 3-4 مستريح لسيراميكا، بس الحمد لله. يحيى عطية الله 5 من 10، رامي ربيعه 7 من 10. في واحد كده هسيبه اتكلم عليه في الاخر، كوكا 3 من 10 عامل ماتش وحش قوي. مروان عطيه 6 من 10 فاق شويه الشوط الثاني. خالد عبد الفتاح 6 من 10 عامل ماتش كويس. الشحات 6 من 10 النهارده جاب جولين برافو، على الاقل الماتشات اللي فاتت كنا بناخد صفر، النهارده 6 برافو. كمل كده يا حسين لو سمحت. اكرم توفيق عامل واحده من اسوأ مبارياته 5 من 10 ان ما كانش اقل من 5 من 10 كمان. امام 4 من 10 ده العادي بتاع امام. قفشه 8 من 10 نزل حرك اللعب وبدا ياخد الكوره ويبدا يعمل بيلد اب صح ويبان للعيبه وبيلعب لعب سريع وبيزود دايما، بيعمل حركه كده قفشه جامده قوي يا جماعه. ودي معرفش تعليمات بقى ولا ايه بقى، باي نيتشر كده زي ما بيقولوا يعني، اللي هو دايما بيبقى مفتاح، بيبقى حل. يعني لو في 2 على 2 هتلاقي قفشه نازل بقى 3 على 2، لو في 3 على 3 هتلاقي قفشه نازل بقى 4 على 3. فهو دايما يعني شاطر قوي في الحته دي او متميز قوي في الحته دي، بعلاوه على ان هو بيعرف يلعب كوره طبعا، لعيب كوره طبعا كويس جدا، ما حدش يقدر يتكلم، فبيعرف يطلعنا من تحت الضغط كويس قوي. قفشه 8 من 10 برافو. السوليه 3 من 10. وسام ابو علي 9.5 من 10. مش عارف اقول لك ايه، بس اللي اقدر اقوله لك يا وسام ربنا يحميك من الاصابات، وربنا يحميك وتكمل مستواك كده، لان انت اضافه قويه جدا 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 لبكره الصبح ل100,000 جدا للنادي الاهلي. مفيش خلاف عليك انك لعيب كبير، مفيش خلاف ان احنا محتاجينك، ومحتاجين، هفضل اقولها واعيدها وازيدها، محتاجين لعيب تاني ب 50 60% من الكواليتي بتاعتك، من الكواليتي بتاعتك 50 60% عشان يبقى بديل، لانك مالكش بديل. كهربا مش بديلك ومالكش بديل تاني يعني. يوسف ايمن ده احد الصفقات اللي احنا جبناها عشان نعوض غياب محمد عبد المنعم الراحل للدوري الفرنسي. انا هسيب لكم الحكم، انا ولا هعلي صوتي ولا هتكلم كلام ممكن ما يكونش كلام مؤدب ولا في قله ذوق، بس انا هسيب لكم الحكم. في البطء 10 على 10، في المياعة 10 على 10، في الكسل 10 على 10، في كل حاجه الله اكبر وحشه 10 على 10. يوسف ايمن هتكلم واقول واقطع وانتقد، هتقولوا انت بتتسرع في الحكم ونستنى عليه شويه، نستنى عليه شويه، ننسى اللي احنا جبنا لعيب اساسا المفروض اللي هو محترف، بغض النظر اللي هو مصري يعني، المفروض اللي هو محترف وعشان يبقى اضافه. هل ده اضافه يا جماعه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، اشرف داري، هل اشرف داري بيتصاب كل ما بيتغدى؟ يعني كل عندما بيتصاب مع تناول الوجبه؟ يعني اشرف داري انا فاكر ان دي كده رابع اصابه ليه، طب هو عمل ايه عشان يتصاب اساسا؟ ما اعرفش. بس الاهلي اقدر اقول ما جابش صفقات السنه دي بمنتهى الامانه وبمنتهى الوضوح. الاهلي فرقه كويسه، الاهلي فرقه تقيله، ومعاه معاه مدرب كويس، جهاز فني كويس، بس احنا ما جبناش صفقات يا جماعه. لو رجعت كده ما جبناش صفقات، اللهم الا يحيى عطيه الله، عطيه الله اللي بيلعب عشان ما فيش غيره يلعب. ممكن النهارده ما كانش احسن حاجه، الماتشات اللي فاتت كان كويس قوي، بس وبعدين ما احنا كده ما جبناش صفقات يا جماعه، احنا كده بنلعب تقريبا بنفس السكواد بتاع السنه اللي فاتت. هل هو تارجت ان احنا نجيب صفقات؟ الاجابه لا، مش تارجت ان احنا نجيب صفقات، بس انت داخل في موسم طويل جدا، كله مباريات وكله ماتشات وكله احتكاكات واصابات واجهاد وحاجات كبيره احنا بنعدي بيها وحافظينها كلنا.
هيجي وقت في نص الموسم اللي هو غالبا في شهر 1 شهر 2 بتلاقي الكيرف بينزل كده، شهر 1 شهر 2 شهر 3 كده الكيرف بينزل عشان اصاباتك بتكتر جدا والاجهاد بيزيد جدا. فاحنا لسه في اول الموسم فمش هينفع نكمل كده. الف مبروك للنادي الاهلي الفوز الكبير على سيراميكا 5-2. البعبع الهش اللي لو دوست عليه اكنه ما فيش اي حاجه خالص، تعرف تكسبه بسهوله جدا. الف مبروك، اشوفكم ان شاء الله في الماتش الجاي. يحيى الاهلي يحيى الاهلي يحيى الاهلي.